هند. طب خليني اسال حضرتك، وهم في الكنترول بيقولوا لي اسال على هل الهدايا اللي كان بيجيبها لزوجته هي السبب في اللي حصل لهم. بس انا عايزه اسال بقى، كلنا احيانا كستات زوجي جاب لي هديه اصورها وانزلها على النت ويعني بيعتبروها افرح انا والناس وافرح الناس معايا. هل ياخدوها التباهي بمعنى ايه يا فندم؟ زي ما جولي بتوضح، بمعنى ايه؟ يعني اللي ربنا اداك نعمه فانت حدث بيها بقى يعني. طيب. هل التباهي بالحاجات دي ما هو في فرق، بيجيب لنا الكافيه من الاخر كده؟ في فرق بين الأستاذة هدير قالت وأما بنعمة ربك فحدث. حلو. أيوة. وفي فرق بين المعنى اللي حضرتك قلتيه، التباهي والتفاخر. تمام. لحظة، احنا بنعملها بحاجة واللي بيشاهدنا بيشوفها بنية مختلفة. عشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه في حديث جميل قوي؟ استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. مشكلتنا احنا الآن الناس، معظم الناس عندهم ضعف في الإيمان، ضعف في اليقين، ضعف في حسن الظن بالله، ضعف في حسن التوكل على الله عز وجل. فللأسف الشديد بنبص للناس. عشان كده عارفه حضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بايه؟ في امور الدنيا ان ننظر الى من هو اقل مننا. بمعنى ايه فضلتك؟ ايوه، الله يفتح عليك. بمعنى ايه؟ فلان عنده قصر وعنده عربيه وعنده، لا ما بصش لده، ابص للي اقل مني عشان احمد ربنا على العيشه اللي انا فيها. في امور الدنيا انظروا الى من هو اسفل منكم، وفي امور الاخره انظر للي هو اعلى مني. يعني ايه في امور الاخره؟ انظر للي اسفل بمعنى ايه؟ يعني أيوة. انا النهارده عندي حد مستواه اقل مني مثلا. ايوه انظر له ازاي؟ ابص عليه، اشوف مثلا في واحد عايش النهارده في اوضه، في واحد عايش في بير سلم، في واحد قاعد في الشارع، في واحد ما معهوش عربيه حتى 28 معاه بسكليت، لكن انا معايا 28. في واحد معاه عربيه شاهين لكن انا وهكذا. واخده بال حضرتك؟ يعني ما ابصش على اللي راكب مرسيدس، لا ابص على اللي اقل مني. ليه؟ وفي امور الاخره، في امور التعبديه ابص على اللي هو اعلى مني. حضرة النبي قال فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله. في الأمور التعبدية أبص على اللي أعلى مني. يعني إيه؟ تقوى. يعني الإنسان اللي هو بيصوم اثنين وخميس مثلا، الإنسان اللي هو بيصلي الصلاة في جماعة، الإنسان اللي هو بيتصدق، الإنسان اللي كذا، الإنسان اللي كذا، ده اللي أنا أبص له. عشان كده حضرة النبي بيقول لنا إيه؟ لا حسد، والحسد هنا بمعنى الغبطة. يعني أتمنى إن ربنا يديني زي ما إدى فلان. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. دول الناس اللي أنا أبص لهم وأتمنى إن أنا أعمل زيهم. إذا فضلتك نحسم سؤالي وسؤال جولي في إجابة واحدة. الخطأ هنا يقع على مين؟ على زوجته اللي كانت بتتباهى بالهدايا، ولا على اللي هو كان بيعمله، ولا على الناس اللي كانت حاسدة عليهم وحاقدة عليهم؟ عشان كده انا دايما بلوم، وده خطأ كبير جدا، الناس اللي حياتها مشاع على السوشيال ميديا. ده كلنا ممكن حضرتك سفرة الاكل اللي قدامك ديت انا مش معايا امكانيات ان انا صحيح. في ناس ممكن، انا اسف، الكباب واللحمه واللي بتاكلها من السنه للسنه، فممكن يبص لك في اللقمه دي. طب ليه ما احنا نستر على روحنا افضل؟ عشان كده انا بعيب على الناس اللي حياتهم بقيت مشاع على السوشيال ميديا. ده في بعض الناس حضرتك بيصور من وهو قايم من سريره راح الحمام ومعرفش ايه وايه. وفي بعض السيدات لما تروح شقه جديده او تشتري عفش جديد بتصور ده وتنزل ده. طب ما انا جايز ما معيش امكانيات اشتري العفش اللي انت اشتريتيه، ما عنديش امكانيات اسكن في كامباوند زي اللي انت ساكنه فيه. ليه احنا يعني نثير قلاقل على الناس؟ عشان كده يعني بلاش، خلي حياتنا الخاصة ملك لينا خاصة. عشان كده اسمها حياة خاصة.